السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. وصفتنا لنهار اليوم هي مضرب الباذنجان بالبطاطا بمرقة حمراء. وصفة تقليدية جزائرية. بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة لطريقة التحضير. نبداو بالباذنجان. عندي 3 حبات باذنجان متوسطين الحجم، غسلتهم وراني نقشر فيهم بالطريقة هذه، وكاين اللي يحب يخليهم بالقشرة تاعو تاني يجو ملاح. نروح هنايا نقطعوهم بهذا الشكل. لازم يكونوا الدوائر تاعهم غلاظ شويه باش مع الاخر كي نديروهم في المرق تاعنا يبقاو محافظين على الشكل تاعهم. هنا بعد ما كملت الكمية تاعي كامل حطيتها في الماء وضفت عليها شوية ملح، وفي نفس الوقت كنت قطعت 3 حبات بطاطا بهذا الشكل تاني يكونوا غلاظ شوية. نروح هنايا للمرقة. في طنجرة درت شوية زيت ورميت قطعة من الدجاج. نخلي البصلة تاعي تتقلى مليح وتذبل. بعدها هنايا نضيف مغرف من طماطم المصبرة. انا نحب نقليها نحب نقليها يعني هي الاولى باش تتنحى لها شويه القروصه. بالنسبه للزبيت عندي راس الحانوت، عندي كركم، عندي فلفل كحل، وعندي توابل الدجاج، وبلا ما نساو جومبو والملح. هنا بعد ما تقلت لي هذيك البصله وذبلت لي كنت ضفت هنايا حبه طماطم كبيره ربيتها، وزدت لها 2 حبيبات 2 سنينات عفوا ثوم. نقلو هذاك الدجاج مليح كما راكم تشوفوا، مزدلوش الماء بصح تقلالي مليح في هذاك المرق. هنايا رحت مرقت بما يكون سخون، غطيت عليها وخليتها تطيب. بعدها ضفت لها راس فلفل حار. ونروحو هنايا لهذاك الباذنجان، نديرو كمية من الزيت ونرمي الباذنجان هذاك تاعي، ولازم تكون النار شوية قوية باش هذاك الباذنجان ما يشرب لكمش بزاف الزيت. هنا بعد ما تقلالي وتحمروا لي الجوانب كامل نحيته وقطروه مليح، ومن بعد نشفوه بالبابي. انا هنايا كنت نشفت كل حبه وحدها، ومر ما كملت قليت هذيك الكميه تاع الباذنجان كامل. قليت ثاني البطاطا. للاسف المقطع ما تصور ليش. هنايا بعد ما طبت لي هذيك المرقه شوفوا كيفاش جات خضرة. نجي نستف هذيك البطاطا والباذنجان داخل الكسرونه، بديت نحط فيها بهذا الشكل. كما تقدروا يا البنات ما تديروش هذيك البطاطا والباذنجان داخل المرقه، لكم الاختيار كل وحده واش تحب دير. هنا بعد ما كملت استفتهم كامل، عاودت حطيت الطنجرة تاعي على نار تكون قوية شوية قسمة تاخذ لي الغلية الاولى ونطفي عليها. وهنا راني نحاول ندخل هذيك البطاطا والباذنجان في المرقة باش يشربوا شوية. شوفوا هنا بعد ما تغلت لي نطفي عليها ونعاود نهز هذوك لي طرونش تاع البطاطا والباذنجان نستفهم في طبسي. شوفوا هنايا مع الاخر كيفاش طابت. زدت لها عصرة قارص وشوية معدنوس، جات البنة تاعها ما شاء الله. ننصحكم تجربوها وتعطوا لي رايكم في لي كومونتير. ووصفة بالخف الطيب. كملاحظة تقدروا تضيفوا لها الحمص، انا ما كانش عندي.
المهم إن شاء الله تعجبكم العروسات وتجربوها وما تنسونيش بجيم وكومنتار. سلام.